بنت صغيرة بتكلم جدتها بتقول لها يا تيتا، هو الأيام دي أحسن ولا أيام زمان؟ قالت لها لا طبعا يا بنتي، أيام زمان. ده أيام زمان بجنيه واحد كنا بنجيب بيض وجبنة ولبن وعيش وزيتون ورز وسمنة وسكر. قالت لها طب ودلوقتي يا تيتا؟ قالت لها دلوقتي منهم لله ركبوا كاميرات. واحدة ما كانتش راضية عن جوازة ابنها، فقعدت مستنياه لحد ما جه من الشغل. قالت له مراتك عمالة تشتم فيها طول اليوم. قال لها حقك عليا يا أمي. طلع قاعد يضرب في المخدة ومراته تصوت. الصبح خدها بدري ووداها عند بيت أهلها من ورا أمه، وعمل نفسه قفل عليها الأوضة. قال لها يا ماما أنا قفلت عليها الأوضة ومش هتخرج طول النهار عقابا ليها، وراح الشغل. أول ما رجع أمه قالت له من ساعة ما خرجت ومراتك من ورا الباب نازلة فيا شتيمة. واحد بيقول لصاحبه الطريقة الوحيدة عشان تعيش مبسوط ومبتسم ومتحمس ومنطلق ليومك الجديد لسه معرفهاش، لما اعرفها بقولك عليها. بعض الشعراء إذا جاي عاتب حبيبته يقول قولوا لها وأعلموها وخبروها. يا عم احنا شغالين عندك، ما تفكنا بقى من الورطة دي، انت عايز ترطنا مع اخواتها؟ عريس بيسأل أم العروسة بيقول لها بنتك بتعرف تعمل ايه؟ قالت له بنتي بتعرف كل حاجة، بنتي ليها في التكنولوجيا والفيزيولوجيا والبيولوجيا. قال لا 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 أنا آسف، أنا عايز واحدة تفهم في الطبيخ لوجيا والغسيل لوجيا والمسح لوجيا والشغل لوجيا. مساكين البنات فاكرين إن الجواز فرح لوجيا، ما يعرفوش إن الجواز هم لوجيا ونكد لوجيا وقرف لوجيا. واحد بيقول لي صاحبه مش عارف يا صاحبي والله ايه الحظ المنيل ده، كل ما احط عيني على واحده عشان اخطبها الاقيها اتخطبت. ده انا حطيت عيني في مره على واحده مطلقه رجعت لجوزها. واحده زعلانه هي وجوزها، اتصلت عليه قالت له انت عامل ايه دلوقتي؟ قال لها انا كويس، انت عايزه ايه؟ قالت له مش عايزه حاجه، اصل دعيت عليك من شويه قلت اشوف بقى الدعوه حوقت فيك ولا لا. ولد بيسأل جده بيقول له يا جدي معظم البنات الجميلة بتتجوز من رجالة شكلها مش حلو خالص. قال له يا ابني ده طبيعي، ما كل كنز بيحرسه جن. واحد بيقول لصاحبه معقولة يا صاحبي انا اتولدت عشان ادفع قسط وادفع ايجار وادفع مصاريف وادفع دم قلبي وبعدين في الاخر خالص اموت؟ قال له يا عم ما تزعلش، ده احتمال كمان بعد ما تموت تدخل النار. واحد بيقول لي صاحبه امبارح كنت بتفرج على فيلم رعب على اليوتيوب اسمه الارواح. جه جدي وقال لي يا ابني اطفي النور واطفي التليفون بتاعك انت سرعتنا معاك. فعلا طفيت النور ونمت، وتاني يوم افتكرت ان جدي ميت. واحدة عجوزة قابلت واحد كان مسافر، قالت له يا ابني ما تركبش الطيارة عشان الطيارة دي هتنفجر. الراجل بصلها باستغراب وقرر ان هو ما يسافرش. تاني يوم قرا في الاخبار ان الطيارة فعلا انفجرت. بعدها بكام يوم قابلته كان رايح يركب تاكسي، قالت له يا ابني ما تركبش التاكسي ده عشان التاكسي ده يتقلب. مركبش التاكسي، وتاني يوم سمع في الاخبار فعلا ان التاكسي اتقلب. بعدها بكام يوم قابلته قال لها خد يا حاجة انت كنت فين يوم ما اتجوزت؟ واحد قام من النوم عمال يعيط، فمراته بتقول له بتعيط ليه؟ قال لها شفت في المنام اميرة جميلة بتحاول تاخدني منك. قالت له يا حبيبي ما تشغلش بالك ده مجرد حلم. قال لها ما هو ده اللي قاهرني ومخليني قايم اعيط. بنت اشترت برفن رجالي، ابوها سألها قال لها ان شاء الله ده جايباه لمين؟ قالت له يا بابا مش جايباه لحد، انت حرمتني منهم كمان عايز تحرمني من ريحتهم؟ واحد طيب بيخاف من مراته قوي، شاف في حلم انه ضربها ومسح بيها الارض، قام مبسوط. تاني يوم وهي عماله تزعق له وتعلي صوتها عليه قال لها ماشي هفرجك بس ننام. واحد بيقول لصاحبه الحمار بتاعنا اتسرق من ابويا، وبعد اسبوع رجع من نفسه وابويا لقاه محمل رز وزيت وسكر وحاجات كتير. اتاري اللي سرق الحمار كان واخده رايح بيه السوق وحمل عليه الحاجات دي، والحمار سابه ورجع على البيت. ابويا لما لقاه محمل كل الحاجات دي نادى على امي قال لها تعالي شوف الحمار غاب اسبوع وجايب ايه معاه، وابنك شغال لي سنتين مش عارف يسدد ديونه. واحده متجوزه دكتور بيطري، قالت له بقول لك ايه يا حبيبي، بعد ساعه امي هتيجي عندك العياده ومعاها قطه مريضه ومزعجه،
معلش اديها ابرة سم خليها تموت ونرتاح منها. قال لها طب والقطة هتقدر تروح لوحدها؟ واحدة تخينة ركبت ميكروباص وشايلة على ظهرها مسطرة حرف تي كبيرة. أول ما قعدت في الميكروباص معرفتش تحط المسطرة فين، راحت مطلعاها من بره الشباك. لقيت السواق بيقول لها الأخت سلاحف النينجا اللي قاعدة ورا دي ممكن تدخلي السيف بتاعك من جوه عشان مش شايف من المراية؟ واحد متضايق من مراته قوي، صحيت الصبح قالت له حبيبي انا حلمت انك اشتريت لي عربيه وقعدت الف بيها في الدنيا كلها. قال لها طب نام يا حبيبتي يمكن تعملي بيها حادثه واخلص منك. واحد صاحي بالليل لقى الناس عماله تزعق وبتقول الميه مسمومه في الحنفيات محدش يشرب ميه. مراته صحيت على الصوت بتقول له فيها حبيبي؟ قال لها لا مفيش حاجه، دي خناقه بسيطه كده، اشربي شويه ميه ونامي. واحد اقرع حس ان في حاجه ماشيه على دماغه، حط ايده على دماغه لقى نمله، جه يشيلها قالت له معلش والنبي يا عمو اخر زحليق. واحده مثقفه وبتحب الشعر والقصايد قوي، صحت جوزها في نص الليل قالت له حبيبي هل ينام الحب ليلا ام ينام الليل ام انا والليل والحب لا ننام؟ رد عليها وهو زعلان قال لها هل تريدين الطلاق أم الطلاق يريدك أم أنت والطلاق تريدون بعضا؟ المدير كان عامل حفلة عشاء للموظفين اللي عنده في الشركة، قال لهم نكتة كلهم ضحكوا إلا واحد. فالمدير راح له قال له أنت باين عليك ما فهمتش النكتة. قال له لا فهمتها بس أنا امبارح قدمت استقالتي، المجاملات مفيش داعي ليها يعني. واحد أبوه مات راح يعمل له شهادة وفاة، لا على شهادة الوفاة مكتوب عليها تعطى مجانا للمرة الأولى. فقال للموظف يعني أبويا لو مات تاني هتدفعوني رسوم؟ طالب في امتحانات الجامعة بيبص على ورقة حبيبته لقاها فاضية، عرف إنها ما بتعرفش تقرا كويس عشان نظرها ضعيف، فقرر هو كمان ما يجاوبش ويسيب ورقته فاضية عشان يشاركها الرسوم. المهم طلع الدكتور بتاع الجامعة بيحب البنت ونجحها وهو سقط لوحده.